السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درسنا الدرس الثالث في الوحدة الأولى، نشيد هيا نقرأ. النشيد النهاردة بيدعونا للقراءة، يعني للتعلم، لكي نكون نعرف نقرأ. طيب بيقول لنا إيه النشيد؟ نقرأه مع بعض كده: ألف باء تاء ساء هيا نقرأ يا شيماء. ألف باء تاء ساء هيا نقرأ يا شيماء. ألف أبني باء بلدي، ألف أبني باء بلدي. تاء تعلو نحو المجد هذه بلدي. أرض الكرم وطني وطني فوق القمم. هنقول النشيد تاني: ألف باء تاء ساء هيا نقرأ يا شيماء. ألف باء تاء ساء هيا نقرأ يا شيماء. ألف أبني باء بلدي، ألف أبني باء بلدي. تاء تعلو نحو المجد هذه بلدي. أرض الكرم وطني وطني فوق القمم. النشيد هنا بيدعينا فكرته سهلة جدا. بيقول لنا ألف، ألف إيه؟ ألف عندنا أرنب. طب وإيه تاني؟ وألف أسد. أنا حاطة لكم صورة أرنب جميل شبهكم كده. طب وتاء إيه؟ باء إيه؟ ينفع نعدي الباء وناخد التاء؟ ولا في أب بعد الألف إيه؟ بيعلمنا كلمة، بيقول لنا إيه؟ أبتس جحم. بيعلمنا ألف ب ت س، بيفكرنا عشان إحنا نسينا. ألف باء، باء إيه؟ بطة. طب تاء إيه؟ تمساح. ساء إيه؟ ثعلب مكار. بيقول لنا هيا نقرأ يا إيه؟ هيا نقرأ يا شيماء. جايب الكلمات كلها مع بعض، بيدعونا دعوة نقرأ. هيا أسرعوا تعالوا عشان نقرأ. ألف إيه؟ أبني، أبني أبني بلدي. باء إيه؟ بلدي. جاب أبني وجاب بلدي عشان يربط بينهم إن إحنا نبني بلدنا ونحافظ على بلدنا. تاء إيه؟ تاء تعلو، كأنها سلم بيوصلنا لإيه؟ للمجد بعد البناء. هذه بلدي أرض الكرم، لأن إحنا المصريين مشهورين بالكرم وحسن الضيافة، ولازم يكون وطننا فوق القمم، أعلى وطن. هو إيه؟ وطني وطني فوق القمم. النشيد دوت يا ولاد بيخلينا، بيبين لنا الهمم بتاعتنا، وبيبين لنا الصفات بتاعتنا إحنا المصريين، الكرم، وإن إحنا أعلى الدول، وإن إحنا أحسن الدول. دلوقتي كده احنا ايه؟ اتكلمنا عن النشيد وفهمنا النشيد، ولازم نقراه يا ولاد، ولازم يتحفظ عشان عندنا ايه؟ تكملة النشيد ومعاني النشيد وكل ده. دلوقتي هناخد معاني الكلمات يا ولاد. معنى ابني ايه؟ اقيم وشيد. اقيم، انا بقيم حاجة، ببني حاجة، ببني عمارة، اقيم. طب هيا اسرعوا تعالوا. فيها، شوف المعاني فيها ايه؟ فيها اثارة، وانا بجيب معنى الكلمة من السياق بتاعها. طب يا ولاد، جمع المجد ايه؟ الامجاد. جمع المجد الامجاد. جمع ارض اراضي. جمع بلدي بلادي. طيب مضاد ابني ايه؟ اهدم. انا بنيت اهدم، اهده. معنى ابني اهدم. طب معنى تعلو، تعلو يعني ترتفع. مضادها ايه؟ تهبط. معنى مضاد تعلو تهبط. طيب يا ولاد احنا كده اخدنا المعنى واخدنا الجمع واخدنا المضاد. دلوقتي عايزين ناخد سؤالين كده عشان نشوف الدنيا هل احنا فاهمين ولا لا. اختار معنى ابني: اقيم ولا اهدم ولا اقوم؟ معنى ابني اقيم ولا اهدم ولا اقوم؟ معنى ابني اقيم. نحط ايه؟ خط تحت الإجابة الصحيحة. جمع بلدي بلاد ولا بلادي ولا باب؟ جمع بلدي بلادي. طيب عايزين نكمل النشيد. ألف إيه؟ تاء إيه؟ ألف إيه؟ ألف باء تاء ساء هيا نقرأ يا إيه؟ يا شيماء. ها، ألف إيه؟ ألف أبني. نقط ايه؟ بلدي. باء بلدي. كده هنكمل النشيد. والواجب بتاعنا يا ولاد حل أسئلة الكتاب وحفظ النشيد والمعاني والمضاد. وقابلكم إن شاء الله في درس جديد، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.